ما تعيطوش يا حبايبي، وبعدين انا مسافر ليه؟ مش عشان اجيب لكم كل اللي نفسكم فيه. مش عايزة في حاجة يا بابا. احنا عايزينك انت يا بابا، ما تسافرش. انا عايزكم بس تجمدوا كده وتخلي بالكم من نفسكم ومن ماما على ما اجي، اتفقنا يا رجاله؟ بس انت هتوحشنا يا بابا. وانتوا كمان هتوحشوني يا حبايبي. بس بابا خليك معانا. يا حبيبي انا مسافر عشان اعمل لكم استقبالكم ومش هتاخر عليكم، هنزل اجازه على طول ان شاء الله. خلاص يا ولاد اتفقنا؟ اتفقنا يا بابا. وانا عايز اسمعها من احمد كمان. اتفقنا يا بابا. مع السلامه يا حبايبي. هي يا حبايبي مبسوطين؟ اوي يا عم. ادي التليفون اللي كنت عاوزينه، ولسه بابا كمان هجيب لكم كل اللي نفسكم فيه. هو بابا عامل ايه يا عم؟ كويس يا حبيبي الحمد لله. وهيجي امتى يا عم؟ قريب يا حبيبي، هينزل قريب ان شاء الله. قريب امتى يا عم؟ ده بقاله اكتر من سنة ما جاش. هو جاي ياخد اجازه ما عرفش، بس هو ان شاء الله هينزل قريب. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، اخباركم ايه؟ احنا تمام اهو الحمد لله. طمنا عليك، انت عامل ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبايبي انا كويس. والله يا بابا كان في طلب بس صغير كده كنا عايزين نطلبه من حضرتك. قول يا حبيبي عايزين ايه؟ كنا بس يا بابا يعني محتاجين عربيه. عاوزينها ضروري يعني دلوقتي؟ اه يا بابا محتاجينها ضروري. اصل انا كنت عايز انزل اجازه، ولو جبت العربيه دلوقتي مش هعرف انزل. معلش يا بابا اجل النزول شهرين ثلاثه كمان، مش هتفرق يعني. بس انتوا وحشتوني قوي يا ولاد وعايز اشوفكم. دول شهرين ثلاثة يا بابا مش هتفرق يعني. بس انا كان نفسي اشوفكم يا ولاد، وبعدين الشهرين ثلاثه اللي بنزلهم كل كام سنه دول هم اللي مصبرين على الغربه. بس انت ايه رايك يا احمد؟ نجيب العربيه نوعها ايه؟ لسه ما رستش والله على ماركة معينة. انت ايه رأيك يا بابا نجيب العربية نوعها ايه؟ والله يا ولاد انا هبعت لكم الفلوس وانتوا هاتوا اللي انتوا عايزينه. ربنا يخليك لنا يا بابا وما يحرمناش منك ابدا. عاوز حاجه؟ مع السلامه. مع السلامه يا ولاد. بص بقى يا حوده انت واحمد، احنا عايزين نطلع طلعه حلوه حلاوه العربيه الجديده. امال احنا بنعمل ايه يا ابني دلوقتي؟ بنعمل ايه دلوقتي؟ هو انت مسمي دي طلعه يا ابني؟ احنا عايزين نطلع طلعه جامده كده من اللي هي يعني رحله صيد مثلا. ماشي يا عم ليك طلع عندنا زي ما انت عايز، حدد انت بس الميعاد واحنا نطلع. نحدد ايه يا عم؟ هو احنا ورانا حاجه؟ احنا نطلع بكره. هكلم محمد اخويا والحسن والحسين يجوا معانا. اتفقنا. يلا بينا يا شباب ننزل عشان نفرد العيد ونصطاد. لا يا عم نصطاد ايه؟ نأجر لنا مركب نصطاد فيه. ماشي يلا بينا. ايه يا عم انتوا جايبيننا تجوعونا هنا؟ مش هتاكلونا ولا ايه؟ كنت لسه اسالكوا حالا تاكلوا ايه؟ بما ان احنا بقى في رحله صيد، احنا ناكل سمك وجمبري. بلا جمبري بلا سمك، احنا هناكل فرايد تشيكن. بقول لكم ايه، احنا نطلب كنتاكي احسن. انا عاوزكم يا شباب تيجوا تختاروا الوان الشقق بتاعتكم، وبالمره تشوفوا العماره، انتوا ما شفتهاش ولا مره. حاضر يا عمي، بكره ان شاء الله هنيجي معاك. ابوك على فكره كان قايل لي ان دي اخر حاجه هيعملها ان شاء الله، وهيجي بعد ما تخلص، عشان هو تعب قوي من الغربه وعاوز يجي يرتاح بقى ويشيل انت المسؤوليه شويه. لا يا عم يجي ايه؟ احنا لسه في حاجات كتير قوي ما جبناهاش، ولا بابا يجي ويقعد مش هنعرف نجيبها. بس ابوك تعب قوي يا ابني وما عادش قادر خلاص. معلش يا عم، اللي صبروا السنين دي كلها يصبر كمان سنتين ثلاثه على ما نجيب كل اللي نفسنا فيه زي اصحابنا. كل اللي عندكم ده ولسه عايزين حاجات تانية زي اصحابكم؟ ده انت ابوكم مش مخلي نفسكم في اي حاجه. ماشي يا عمي بس احنا لسه في حاجات كتير نفسنا فيها وعايزين نجيبها، فاحنا هنقول له استنى شويه، وانت برضو ايه من يمتك معانا كده تقول له. يا ولاد ابوكوا باين عليه انه تعبان جامد، وانا خايف يجرى له حاجه وهو في الغربه لوحده. ما تخافش يا عمي، وبعدين يعني ده اول مره بابا يتعب وهو هناك لوحده. ان شاء الله يبقى كويس زي كل مره. كان نفسي تخافوا على ابوك اكتر من كده شويه يا اولاد. ومين قال لك يا عم اننا مش بنخاف عليه وبنحبه؟ هو احنا اصلا لنا حد في الدنيا غيره؟ انا عايزك بس تقنعه معانا ان هو يخليه هناك وما تقلقش، هو ان شاء الله هيبقى كويس. حاضر يا اولاد، انا هقول لابوك على اللي انت عاوزينه، وهو اللي يبقى يقرر براحته. يا محمود يا احمد يا ولاد انتوا فين؟ يا ولاد
يا محمود انتوا فين؟ وانتوا مش عارفين انا جاي النهارده يا ولاد؟ عارفين والله يا بابا، كنا مستنيينك بس رحنا مشوار مهم. خير يا ولاد في ايه؟ لا والله يا بابا مفيش حاجه، ما تقلقش، بس احنا بس كنا مظبطين هنطلع رحله النهارده وكنا ناسيين خالص. هي الرحله دي اهم مني؟ لا يا بابا طبعا مش اهم منك. انجز. بس احنا يا بابا ما ينفعش ندي لاصحابنا كلمه ونرجع فيها، وبعدين احنا ان شاء الله مش هنتاخر عليك. ماشي يا حبيبي. طب هتيجوا امتى ان شاء الله؟ كلها يا بابا يومين ان شاء الله وجايين. يومين؟ ده انا كنت بحسبكم جايين النهارده. ليه يا بابا، كنت محتاج حاجه ولا ايه؟ لا يا ولاد ما كنتش محتاج حاجه، بس خلي بالكم من نفسكم. ماشي ماشي يا بابا، مع السلامه. الف حمد لله على سلامتك يا اخويا. الله يسلمك يا اخويا، تعالى اتفضل. مالك يا محمد؟ فيه شكلك كده مش عاجبني. مالك يا حبيبي؟ انت تعبان ولا ايه؟ طمني. لا مش تعبان ولا حاجه. امال في ايه؟ زعلان وبتعيط ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا ما فيش، اصل كان نفسي ولادي يقابلوني زي ما انت قابلتني كده. ليه هم قابلوك ازاي؟ هم ما قابلونيش اصلا. ازاي يعني؟ هم راحوا فين؟ هم مش عارفين ان انت جاي النهارده؟ عارفين. امال راحوا فين؟ مع اصحابهم في رحله. مع اصحابهم في رحله؟ ازاي؟ والله زي ما بقول لك كده. شفت يا اخويا جالك كلامي ياما قلت لك اقعد وسط ولادك وما تسافرش، ما سمعتش كلامي. انا سافرت عشان اعمل لهم مستقبلهم. ولما امنت لهم مستقبلهم ايه اللي حصل؟ سابوك وراحوا مع اصحابهم. مش انا قلت لك زمان وحذرتك اقعد وسط عيالك ويكبروا في حضنك، ورب هنا ورب هناك؟ بس انت اللي ما رضيتش وقلت انا عايز اعمل لهم مستقبلهم. ياما قلت لك عيالك هياخدوا على بعادك، بس انت اللي ما سمعتش كلامي وصممت ان انت تسافر وتسيبهم. استفدت ايه من السفر دلوقتي؟ ولا حاجه. اهم عيالك بقوا معتبرينك بنك. حاولت انت تنزل كم مره وهم قالوا لك لا. بعدين انت يا اخويا اشتريت لهم العربيات وبنيت لهم العماره وفلوس في البنك وعملت لهم كل اللي نفسهم فيه، بس في الاخر خسرت ولادك اللي كانوا بيحبوك وكانوا هيموتوا عليك وانت مسافر. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا اخويا وما سبتش